السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم راح نشوفوا موسكوتشو تاع دوز. موسكوتشو روعة روعة روعة، تجي بزاف هايلة، تجي كيما نقولوا شغل ليبونج إسفنجية خفيفة، بنينة، ما تجيش ناشفة من الداخل، ويعني نحضروها تمتم. ولا عجبتكم لا فيديو بيان سور ما تنساونيش بالجيم والبارطاج. ولي أول مرة يشوف القناة ما تنساوش تشتركوا هكا باش يلحقكم كامل جديد، وكومونتير صغير الشباب. بسم الله، نبداو على بركة الله. عندنا 12 مغرفة كبيرة تاع السكر، سكر حبيبات، نعمروها هكا مليح. نزيد نضيف لها مغرفة صغيرة لافاني، نزيد نضيف قرصة ملح، ونزيد نضيف 4 بيض يكونوا على درجة حرارة الغرفة، نجبدوهم من قبل ولا كانوا في الثلاجة. ونجيب الباتور وندربهم هكايا مليح حتى يولي لونهم هذا هكا أصفر فاتح. وتقدروا هنا تستعملوا الفوي وشنو، يعني الواحد لازم يدرب مليح. ونزيد نضيف 12 مغرفة زيت نباتي، ونجيب الباتور وندربهم هكايا مليح. هاد الكيكة هادي ولا الموسكوتشو تجي بزاف 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 هايلة، تجي خفيفة، تجي كيما نقولوا إسفنجية طالعة. نزيد نضيف 12 مغرفة تاع الحليب، من الأفضل الحليب يكون دافي. وندربهم هكايا مليح، ندربهم هكا مليح. يعني بهاد الكيكة هادي تمتم توجد. ونزيد نضيف 12 مغرفة تعمروها، يعني تكون معمرة مليح تاع الفرينة. من الأفضل تغربلوها هكا باش الفرينة تتهوى، والمسكوتشو تجي خفيفة باش تجي لداخل تجي خفيفة كيما نقولوا. ونزيد نضيف 2 باكيات لا ليفور ما يعادل 20 غرام، ونخلط مليح هكا. نجيب الفوي نخلط مليح كيما راكم تشوفوا. هاد الموسكوتشو هادي تاع دوز سهلة كيما نقولوا، وتوجد تمتم، يعني تمتم توجد، والنتيجة روعة يعني في المذاق وفي الشكل وفي كيما نقولوا بزاف هايلة. يعني غير 4 حبات بيض والنتيجة تخرج هايلة. وكما شفتوا عند البولونجي راهي الموسكوتشو كيما نقولوا راهي صغيرة وما فيها والو، دير 35,000 دير 40,000 الوحدة. هذه ب4 حبات بيض تخرج لنا موسكوتشو الله يبارك وجا من هي. هاي لك بعد ما كملت جبت المول ديالي. هنا تستعملوا اي مول اللي يرفد 4 حبات بيض، ماشي شرط مول هدايا. دهنتو ودرتو يطيب على 180 درجة، كنت سخنت الفرن من قبل وخليتها تطيب. كي تحمر كامل على لي كوتي الجوانب نشعلها شوية من الفوق، وكي تتحمر نطفي عليها نخلوها تبرد مليح. هنايا لازم تخلوها تبرد مليح باش هكا تجي سهلة كي تتنحى من المول هدايا وما تتفتتش. وكانت تقطعوها وهي سخونة تتفتت لكم. خلوها تبرد مليح، كي تبرد زينوها. التزيين واش عندكم نتو، واش عندكم كيما نقولوا واش عندكم في الدار. انا كان عندي شويه كونفيتور، شويه معجون زينتها هكا به. كان عندي شويه بيستاش هكا زينتها به. ماشي بيستاش هذا غير شويه كاوكاو محمص ومرحي في المتوسط، ودرت له شويه كولورون ولونته هكا في المقله هكايا غير شويه واحد 2 دقائق ونحيته. كاش نهار ندير لكم وصفه كيفاش تلونوا الكاوكاو هدايا. وكانوا عندي هاد لي فلوغ تاني، كانوا عندي تاني زينته به. وانتم التزيين تحبوا ديروا الكلاصه تاع الشوكولا، تحبوا ديروا واللي عندكم.
والنتيجة هايلك قدامكم، يعني كما نقولوا جا الله يبارك شغل لي بون جا اسفنجي عالي خفيف بنين، ما من الداخل ما جاش ناشف جا بنين والله يبارك. يعني شربنا بها قهوة وزدنا تاع الصباح وعشية وصباح وعشية، يعني كلينا بها شحال. هذه هي الوصفة تاع اليوم، نقولكم شهيتكم بالصحة ولا عجبتكم الفيديو ما تنساونيش بالجيم والبارطاج. الى وصفة جديدة ان شاء الله، تهلاو في روحتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.